السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده ان شاء الله جاي نتكلم على حاجه مهمه من ضمن الكونسبتس اللي احنا شغالين فيها. شرحنا ديزاين باترن، شرحنا قبل كده سوليد برنسبلز، ودلوقتي جاي نتكلم على ازاي اكتب كلين كود في رياكت، او ايه الرولز اللي انا ممكن امشي عليها عشان اكتب الكلين كود. طبعا الكلين كود ده مصطلح مشهور جدا، اتكتب فيه كتب كتيره جدا في كل حته. لا، مش محتكر فقط على رياكت. لو انت بتكتب كود او انت ديفلوبر فمطالب منك انك تكون بتكتب كلين كود ومش سباكيتي كود. هتقول لي ليه مش سباكيتي كود؟ انا بحب السباكيتي. هقول لك مش وقته استظراف يا صديقي، والكلين كود مهم جدا عشان ما اخدش بعد كده وقت او كوست تايمنج عشان ابدا اعمل ريفاكتور للكود اللي حضرتك كتبته بشكل سباكيتي ده. وسباكيتي هنا مش قصدي الخلطه يعني او المكرونه، ولكن قصدي ان هو كله داخل في بعضه. المبرمجين التانيين هياخدوا صعوبه وهم بيشتغلوا على الكود اللي انت كاتبه ده. بعد كده لو انت حبيت ترجع للكود ده مش هتبقى فاهم اصلا الكود ده ايه، ومحتاج تقراه او تفهم اللوجيك بتاعه ماشي ازاي. والموضوع بيبقى صعب طبعا في المينتين، اللي انا مش هعرف اعمل له مينتينز او صيانه بسهوله. طبعا هيبقى في عندي مشاكل في طبعا مش هيبقى سكيلبل ومش هيبقى ريزبل ولا الكلام ده كله، فده مشكله كبيره جدا. وكده انا مش بحقق مبادئ الكود كواليتي. وطبعا انت عارف لو انت دخلت اي انترفيو هيشوفوا الكواليتي كود بتاعتك، فبالتالي لو انت سباكيت كود بتكتب سباكيت كود هتبقى دي مشكله او عائق بالنسبه لك. لو حد تاني بيكتب كلين كود اكيد هيبقى متفوق عندك في النقطه دي. فمهم جدا تتعلم ازاي تكتب كلين كود. هتقول لي طيب احنا تعبنا من كتر ما الناس بتقول لنا اكتبوا كلين كود ومش عارف ايه عشان الانترفيو والكلام الجميل ده كله. اعمل ايه يا مصطفى؟ اقول لك بكل بساطه، احنا جايين دلوقتي نتفق على رول بسيطه جدا ممكن نمشي عليها في رياكت بالتحديد، عشان احنا جايين الفيديو ده مخصص للشباب بتوع رياكت. ازاي تكتب كلين كود، ودي رول في المجمل لو مشيت عليها لو انت بتكتب اي يعني بتكتب انجلر، بتكتب فيو، بتكتب اي حاجه. ودي الكونسبت اللي انت خدتها في المعايير بتاعتك، هتقدر ان انت تكتب كود نظيف وكلين كود. فمن غير رغي كتير حبيت بس افهمك الجزء اللي فات ده، وان شاء الله مش محتاج اقول لك لو شفت الفيديو ده بتركيز مش تبقى محتاج تتفرج على اي فيديوهات تانية. طب انا جاي برضو اعلمك ايه، او جاي الاكزامبلز بتاعتي اخدها منين؟ بكل بساطه انا شايف ان احنا عندنا مشكله في قرايه الدوكيومنتيشن او الارتكلز او البوكس، وبحب اللي انا دايما وانا باجي اشرح لك اللي انا اشيل لك المشاكل دي. اللي احنا مثلا ممكن ناخد ارتكل زي the magic of keeping one level of abstraction per function، هناخدها مع بعض نبدا نتكلم على الحاجات اللي عندنا مشاكل فيها. وطبعا بتكلم هنا على الكلين كود وايه الباد اكزامبل وايه الجود اكزامبل. وهنا عن طريق ارتكلز بدل ما اخد الكود ده او اعمل لك اكزامبل تاني، لا انا محتاجك تقرا معايا. هقول لك ازاي احنا بنقرا الارتكلز والكلام ده. فدلوقتي احنا معانا ارتكلز ومعانا الفيت، دي اللي احنا البيلد تول اللي احنا هننزل بيها الرياكت اب والديبندنسز بتاعتنا. ودي تول سريعه جدا احسن من كريت رياكت اب يعني. وطبعا مش محتكره فقط على رياكت، لا ممكن تنزلها بفيو. لو انت تكتب فيو تقدر تنزلها عن طريق فيت، تقدر تنزل جافا سكريبت بالموضوع ده. والموضوع سهل وبسيط جدا مفيش مشكله. دي بيلد تول ممكن تنزل انت كريت رياكت اب عادي ايا كان، او تنزل الديبندنسيز عن طريق رياكت اب يعني. بس انا هختار ان انا استخدم فيت عشان الموضوع اسرع. فدلوقتي عشان ابدا اعمل انستليشن اضغط على جيت ستارتد، انزل تحت شويه تلاقي هنا بيقول لك ازاي تقدر تنزل الموضوع ده عن طريق npm yarn bnb بن. اختار اللي انت عايزه. انا في الحاله دي هختار npm create vite at latest عن طريق npm. وهنا كل اللي محتاج اعمله اللي انا اروح للدايركتوري اللي انا محتاج اللي انا انزل فيه الديبندنسيز او create البروجكت بتاعي. فاجي اقول له هنا بكل بساطه إيه الامر الجميل بتاع ده اللي هو npm create vite at latest انتر. هيبدا ان هو يقول لي فعلا انت محتاج تنزل الحاجه دي ولا لا، واكتب لي البروجكت نيم بتاعك. انا هسميه هنا react clean كود. جميل جدا. بيقول لي انت محتاج تنزل فانيلا جافا سكريبت فيو رياكت، انا هختار رياكت طبعا. بيقول لي محتاج تنزل تايب سكريبت ولا تايب سكريبت ويز اس دبليو سي وجافا سكريبت والكلام الجميل ده. انا هختار تايب سكريبت عشان انا هكتب كود تايب سكريبت مع رياكت. فاعمل هنا انستول. هيقول لي كل اللي محتاج تعمله انك تخش على الدايركتوري اللي اسمه رياكت كلين كود اللي انت لسه عامله كريشن او الفولدر ده، وبعد كده تعمل ام بي ام انستول. وعشان تبدا تشغل السيرفر هتعمل ام بي ام ران ديف. موضوع بسيط سهل مفيش مشكله. هقول له سي دي رياكت والتكتاب عشان يوديني او يعمل لي كومبليت على طول للباث. وبعد كده ام اي او انستول او ايا كان. وطبعا دلوقتي محتاج ان هو يعمل انستولينج للديبندنسيز. وعشان ان النت عندي صاروخ جدا وسريع جدا فاضطر ان اوقف الفيديو شويه كده لحد ما يعمل الانستوليشن، ونرجع ان شاء الله تاني نكمل الفيديو.
واخيرا الحمد لله عندنا الديبندنسيز اتحملت، ودلوقتي دخلنا على فيجوال ستوديو كود عشان نعرض المثال اللي احنا جايين نتكلم عليه، اللي هو طبعا موجود في الارتكل. ان شاء الله هسيبه لك في الديسكربشن وهعرفك ايه الفايده موضوع الابستراكشن بير فانكشن اللي بيكلمك عليه. دلوقتي احنا عندنا مثال بيقول لك تخيل انك شغال على مشروع معين، المشروع ده فيه بيعرض اليوزر بروفايل بيج، وعندنا ان احنا بنفتش عن طريق اليوزر داتا، وبنجيب او بنعرض شو لودنج ستيت اسمها اللودنج مثلا في حاله ان هو لسه ما عملش فيتش، واول ما بيجيب اليوزر بيعرض لنا الكرنتلي اكتف، اسم اليوزر بتاعي والكرنتلي اكتف سواء هو اكتف ولا لا في الموقع بتاعي. تمام، طبعا هنا ده الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن. هنا الكومبوننت بتاعتي يوزر بروفايل بياخد اليوزر اي دي عن طريق از بروبس، وهنا عندي ستيت الانيشال فاليو بتاعتها بنل، وهنا اليوز افكت عشان دي سايد افكت فاحتاج منها السايد افكت. لما الابلكيشن يتعمل له ماونتنج هيروح عن طريق اليو ار ال اللي اسمه كذا باليوزر اي دي اللي هو بياخده دايناميك از بروب هنا، وهنا هيرجع لي الداتا از جيسون. وبعد كده الداتا بتاعتي عن طريق كالكوليشن معينه هعرف الموقع بتاعي اليوزر بتاعي اكتف ولا لا. لو هو كان اكتف فبالتالي هنا الكونستنت ده هيبقى بترو، لو هو مش اكتف او الكونديشن ده رجع لي فولس هتبقى از اكتف دي از فولس. وبعد كده بروح اباصي جوه السيت يوزر دي اوبجكت عباره عن نيم اللي هو الداتا دوت فيرست نيم اللي هو اسم اليوزر، مسطره داتا دوت لاست نيم عشان يبقى ده النيم بتاع اليوزر، الايميل بتاعه ويز اكتف. ودلوقتي محتاج كل مره يحصل امتى او يريفتش امتى؟ لما اليوزر اي دي بتاعي يتغير او في مرحله الماونتنج. مفيش مشكله هنا الاف يوزر بتاعي لو مفيش هنا يوزر اعمل لي ريتيرن لللودنج. طبعا دي مشكله، دي مش افضل طريقه ممكنه، المفروض يكون هنا في ستيت خاصه باللودنج، وهو قبل ما يفتش اللودنج تبقى بترو، بعد كده تبقى فولس بعد ما يعمل فتش عشان اتاكد بس ان اليوزر ده رجع. ولكن هو ده دامي اكزامبل معتمد ان هو كل مره هيرجع لي اليوزر، فما عنديش مشكله في الحته ديت يعني. وهنا بيرجع لي هنا بيرترن جي اس اكس اليمنت اليوزر دوت نيم اسم اليوزر ده، ومن الستيت طبعا عشان بعد ما اعمل فيتش بباصي المعلومات دي بتاعت اليوزر هنا في الستيت، فاليوزر دوت نيم واز اكتف ولا ان اكتف. في حاله اللي هو اكتف از اكتف دي هتبقى بترو فهيعرض لي كلمه اكتف، عكس كده هيبقى ان اكتف. وطبعا لحد دلوقتي ما عنديش مشكله، ممكن ناس كتير يبقى عندها ما عندهاش مشاكل في الموضوع ده، وده فعلا شائع جدا في رياكت كود بيز. ولكن المثال ده مش معقد فبالنسبه لك الموضوع عادي، ولكن طبعا انا كده شغال في حاجه اسمها ميكس ابستراكشنز ليفلز، طبعا دي الموضوع ده سيء. فهو بيقول لي هنا ازاي اقدر اتحكم في الابستراكشنز ليفلز بتاعتي، واعمل هنا نفس المثال بس بشكل تاني افضل عشان يقول لي ايه المشكله او ازاي اقدر اعالج المشكله دي. فانا كل اللي انا عملته خدت المثال بتاعي هنا في البروجكت بتاع رياكت، وهنا اكسبورت ديفولت فانكشن نفس اليوزر بروفايل زودت عليها كلمه باد. هنا بياخد اليوزر اي دي عشان لما اجي اعمل امبورت للكومبوننت ده اقدر ابصي اليوزر اي دي ابروب زي ما انا عملت هنا في الاب، بصيت له اليوزر بروفايل اليوزر اي دي از بروب اللي هو رقم واحد، فبالتالي دلوقتي هيجيب لي اليوزر اللي هو الاي دي بتاعه بواحد، مفيش مشكله. وهنا اليوزر افكت هنا بيفتش على اليو ار ال ده عن طريق اليوزر اي دي اللي هو واحد عندي في المثال ده، بيرجع لي ريسبونس از جيسون الداتا، بيعمل لي الكالكوليشن بتاعتي في حاله ان هي اكتف او لا، دي هتبقى ترو اور فولس. وهنا كل مره بيسيت اليوزر طبعا الانيشال فاليو بتاعتي كانت بنل، وبعد كده بقت اي يوزر عشان انا بكتب تايب سكريبت فحددت التايبس بتاعتي اللي هو نيم سترينج، الايميل سترينج از اكتف هتبقى بوليان عشان جاي لي ترو اور فولس. طبعا هنا السيت يوزر بقت بتاخد النيم او والايميل والاز اكتف، وطبعا كده كل حاجه زي الفل. وده الباد اكزامبل اللي احنا شفناه قبل كده في الارتكل. اوكي، فانا دلوقتي مش عايز اعمل كده، انا عايز اجي هنا بكل بساطه جوه الكومبوننت اعمل ايه؟ حاجه اسمها يوزر بروفايل دوت تي اس اكس. فانا عندي دلوقتي يوزر بروفايل دوت تي اس اكس وعندي اليوزر بروفايل باد دوت تي اس اكس. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ اكسبورت فانكشن عاديه خالص، فانكشن يوزر بروفايل مش باد بقى. اوكي، ودي فانكشن عاديه خالص كل اللي هي بتعمله بتاخد برضو اليوزر اي دي از بروب، وهنا هاجي اقول له جاي من ممكن اقول له هنا اليوزر اي دي واحدد التايب بتاعه على طول اللي هو نمبر، واجي هنا بكل بساطه اقول له يا جميل جدا اعمل لي ريتيرن ل ايه؟ طبعا لليوزر بقى ستيتس. ممكن اباصي هنا دايركت ال بسم الله الرحمن الرحيم الجي اس اكس اللي انا عايزه، ولكن انا عايز الموضوع زي ما في المثال هيقول لي هنا اليوزر ستيتس. اوكي، وطبعا اليوزر ستيتس دي هتبقى كومبوننت بتاخد هنا اليوزر وبترجع لي هنا ال بتاخد اليوزر
بالشكل ده، وبترجع لي اليوزر اللي هو ستيتس، وبترجع لي الامبلمنتيشن بتاعه، مش مشكله. هاجي طبعا هنا اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج دلوقتي ان انا افيتش على الداتا دي، فاقول له كونست اليوزر بتاعتي set user. الموضوع العادي جدا، اليوز ستيت الانيشال فاليو بتاعتك لا نل لا حاجه تانية، اللي هو الاي يوزر. طبعا هو مش عارف ايه الاي يوزر ده، فانا اقول له الانيشال فاليو بتاعتك بنل. هاجي اقول له هنا تايب الاي يوزر عباره عن اوبجكت، في هنا النيم طبعا هنا string. اوكي، الايميل string، وهنا is active it's boolean. وطبعا لو انت مش فاهم اللي انا بعمله ده، فانا بحدد التايب بتاع اليوزر ده هيبقى عباره عن ايه بعد كده، بعد ما ابدا ان انا ابص فيه الداتا عن طريق السيت يوزر. ودلوقتي محتاج ان انا افكت ازاي؟ هاجي هنا بكل بساطه اقول له اليوز افكت. محتاج ان انا ابدا افتش على الفيتش بتاعتي، اقدر افتش على الكلاينت بتاعي ده او اليوزر بتاعي عن طريق الاي دي بتاعه. اوكي، نفس اللي كنت بعمله هناك. وطبعا محتاج اعمل ريفتش اما بصي لليوزر اي دي كده، لما يحصل هنا اي تشينج ابدا شغل لي الكود ده تاني، او ابدا اعمل ريفكت تاني على الموضوع ده. طبعا مشينا على الستيت دي سريعا واليوز افكت سريعا عشان شرحناهم قبل كده بالتفصيل في الهوكس، الكورس بتاع الهوكس اللي احنا اتكلمنا عليه عندنا في القناه. وشرحنا كمان كورس اسمه ديزاين باترن، نروح بص عليه هيبقى مفيد جدا ليك. تمام. ودلوقتي انا محتاج اعمل ايه بكل بساطه كده؟ اليوز افكت دي دلوقتي انا كنت باجي هنا في الباد يوزر، كنت بعمل ايه في اليوزر بروفايل باد؟ كنت باجي هنا افتش، ببص هنا اليو ار ال، وبعد كده ابص اليوزر اي دي والكلام الجميل ده. دلوقتي انا مش محتاج اعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي. كل اللي انا محتاج اعمله اقول له هات لي اليوز يوزر يوز فيتش يوزر. هتقول لي ايه اليوز فيتش يوزر دي يا صديقي؟ هقول لك دي فانكشن عاديه خالص. هنا البيز يو ار ال بتاعي، وبتاخد هنا اليوزر اي دي اللي هي بتفتش عليه، وبعد كده بترجع لي الفيتش فانكشن العاديه بتاعه الجافا سكريبت. وهنا بتاخد اليو ار ال اللي هو ده باليوزر اي دي طبعا اللي انا هبعته، وبترجع لي هنا بعت لي ريسبونس از جيسون. ودلوقتي اقدر ان انا ارجع اعمل زن واجيب منها الداتا، مش مشكله. دلوقتي اليوز فيتش يوزر محتاجه مني اليوزر اي دي، فانا طبعا هجيبه عن طريق اليوزر اي دي بالشكل ده. وهنا هقول له هنا طبعا هو مستني مني الاوبجكت بالشكل ده كده، واقول له هنا دوت ذن ايه اللي انا محتاج اعمله؟ الداتا بتاعتي اللي راجعه دي هتبصها لي فين؟ في السيت يوزر. مش انا محتاج دلوقتي اباصي الداتا بتاعتي اللي راجعه دي؟ هتقول لي بس انت عندك مشكله. اقول لك ايه المشكله يا مصطفى؟ هتقول لي دلوقتي ان انت كنت بتباصي الداتا بعد ما بتباصي فيها حاجه اسمها از اكتف، صح كده؟ هقول لك تمام. طب انا هندل الموضوع ده ازاي؟ قبل ما السيت يوزر ترجع هنا الداتا تروح للسيت يوزر مباشره، هروح اباصي حاجه كده اسمها فانكشن اسمها نورماليز يوزر، واباصي لها هنا الداتا. طب النورماليز يوزر دي بتعمل ايه؟ كل اللي هي بتعمله لو ضغطت عليها كده هتلاقيها بتاخد اليوزر داتا اللي انا بعتها، اللي هي نمسح دي كده، اللي هي من اليوزر بروفايل، اللي هي الداتا اللي جايه عن طريق الفيتش داتا، وبتعمل عليها نورماليز. طب ايه النورماليز ده؟ تعالى كده نبص، هتلاقيه هنا بيعمل لي كونستانت اسمه از اكتف، واز اكتف ده بيرجع لي ترو اور فولس. طب بيرجع لي ازاي؟ انا ما اعرفش. عن طريق الاز يوزر اكتف. از يوزر اكتف دي شغاله ازاي؟ تعالى كده نبص عليها، هتلاقي هنا كونستانت 30 days in minutes، دي الكونستانت بتاعي، وهنا was logged in duration، وبيعمل لي هنا كل الكالكوليشنز اللي كانت بتحصل. وفي حاله ان هو هنا ده الكالكوليشن دي مظبوطه وهي بترو، هيرجع لي از اكتف. وهنا اند هيرجع لي الووز لوجد ديوريشن. لو هي اليوزر اكونت ستاتس بتساوي اكتف، هيبعت لي الديوريشن ده زي بالظبط اللي كان بيحصل في البروفايل باد. نفس الكالكوليشنز، نفس كل حاجه، بس الكود دلوقتي مور ريدابل وانا قادر افهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي لو انا مبرمج جاي اشتغل على اللي انا اعرض مثلا اليوزر بروفايل دلوقتي، انا ما اعرفش يوزر فيتش دي شغاله ازاي، انا ماليش علاقه. انا عارف ان هي دلوقتي بتاخد اليوزر اي دي بتاعي وبسيطه لها بكل بساطه بترجع لي داتا. الداتا دي عشان ابدا اعمل السيت يوزر عندي فانكشن تانية اسمها نورماليز يوزر. محتاجه مني ايه؟ محتاجه مني الداتا بتاعتي، وهي بتعمل لها نورماليز. ودلوقتي الداتا معايا، الداتا دي موجوده فين دلوقتي؟ معايا، واقدر ان انا ابصيها جوه السيت يوزر. يعني اللي حصل بالظبط كده، دلوقتي انا جبت الداتا من اليوز فيتش يوزر، رجعت الداتا بتاعتي محتاجه اتاكد ان اليوزر بتاعي اكتف ولا لا، وفي حاله ان هو اكتف ولا لا هعمل حاجه معينه. فقبل ما بوصل للسيت يوزر على طول جبت الفانكشن اسمها نورماليز يوزر، اللي هي بتعمل لي
بتعملي كونستانت اللي اسمه از اكتف، وبتخش على الاز اكتف يوزر بتجيب منه از اكتف ولا لا، وتروح هنا للنورماليز يوزر يبعت لي هنا اوبجكت، الاوبجكت ده فيه النيم وفي الايميل وفي الاز اكتف. وبعد كده بكل بساطه انا بستدعي الداتا دي، بتجيلي تروح للنورماليز يوزر يحط لي عليها الكالكوليشنز بتاعتي، وبيرجع لي بيعمل لي ريتيرن للنيم والايميل والاز اكتف، والحاجات دي كلها دايركت بتروح فين؟ في الست يوزر، اللي هي الست يوزر بتاعي اللي عباره عن ايه؟ اللي هي في الانيشال فاليو كانت نل، ودي دلوقتي اليوزر بتاعتي. وطبعا اليوزر ستيتس دلوقتي بكل بساطه فانكشن، هقول له هنا اكسبورت او كومبوننت اكسبورت فانكشن يوزر ستيتس بالشكل ده كده. عبارة بتاخد هنا اليوزر طبعا منين؟ من عامل الانترفيس الجميل بتاعي اليوزر ستيتس بروبس، وهنا بكل بساطة تعمل ريتيرن ل div. الديف دي بكل بساطة فيها h2، ال h2 ده هقول له اعرض لي هنا اليوزر دوت نيم، وهنا is نفس اللي كنت بعمله هناك. لو اليوزر دوت is active بترو، كل اللي هتعمله هترجع لي هنا active، عكس كده هترجع لي inactive unactive بالظبط كده. طبعا دلوقتي هو مش شايف اليوزر ستيتس بروبس دي، فاجي هنا بكل بساطه اقول له الانترفيس اللي اسمه يوزر ستيتس بروبس عباره عن ايه؟ اليوزر بتاعي اللي هو الاي يوزر، اللي هو بالتحديد النيم والايميل وهكذا. طبعا هنا في مشكله، بيقول لي اليوزر ستيتس، تعالى نعمل لها امبورت بالشكل ده كده. هنا قال لي اليوزر فيه مشكله عشان هو لا اي يوزر اللي هو نيم لا ايميل لا از اكتف، لا حاجه تانية ان هو عباره عن نل، انا اللي قايل له كده. اوكي، فانا هاجي هنا بكل بساطه اقول له اف في حاله ان مفيش يوزر لو قيمته بنل، يعني اعمل لي ريتيرن للنل. وهاجي هنا بكل بساطه اقول له الاي يوزر ده ممكن يبقى يوزر، او اليوزر بتاعي ممكن يبقى اي يوزر اللي هو التايب بتاعه ايميل ونيم وايز اكتف او نل. وكده فعليا احنا حققنا كل المطلوب. تعالى بقى نرجع تاني كده نبص على اليوزر بروفايل. بكل بساطه اليوزر بروفايل ده بيعمل ايه؟ كومبوننت كل اللي هو بيعمله بياخد اليوزر اي دي بالشكل ده كده. هنتخيل اللي هو انا بسيط رقم واحد، اللي هيحصل بالظبط ايه؟ رقم واحد ده هيروح يوز افكت، طبعا يوز افكت تشتغل، هتروح تنادي اليوز فيتش يوزر اللي هي بتفتش عن طريق اليوزر. بتستنى مني ايه اليوز فيتش يوزر دي؟ بتستنى مني اليوزر اي دي اللي هو في الحاله بتاعتي واحد. فكده راحت جابت لي اليوزر اللي هو رقم واحد، وعملت لي رجعته لي از جيسون. ودلوقتي اقدر اللي انا اخش عليه اجيب الداتا بتاعتي، الداتا بتاعتي دوت زن داتا. الداتا بتاعتي دلوقتي دي محتاجه اباصي فيها الكونستانت اللي اسمه از اكتف عشان اعمل بعض الكالكوليشن. فانا قبل ما ابعتها للسيت يوزر بتاعتي على طول هنا رحت استدعيتها رحت عملت انفوك للنورماليز يوزر بتاعتي. النورماليز يوزر دي اللي هي عملت ايه؟ عملت لي كونستانت اسمه اس اكتف، واستنت هنا من الاز اكتف يوزر، استنت منه ايه؟ بكل بساطه استنت منه الكالكوليشنز اللي هيعملها. انا ماليش علاقه اتعملت ازاي، لو انا مبرمج تاني شغال على الفانكشن دي انا ماليش علاقه اتعملت ازاي. هو هنا اللي هيبعت لي ترو اور فولس. لو هو اليوزر دوت اكونت ستاتس دي ايكوال اكتف، هيبعت لي ايه؟ بكل بساطه الوز لوجد ان ديوريشن دايز. بالظبط كده. بعد ما اعمل الكالكوليشن الجميله بتاعتي هنا هستني از اكتف دي في حاله ان هي ترو اور فولس. لو ترو اور فولس انا ماليش علاقه، هعمل كده كده ريتيرن للنيم الخاص باليوزر والايميل واز اكتف دي جات لي من الكالكوليشنز، كل حاجه تمام. فدلوقتي اللي حصل هنا اليوزر بروفايل، الداتا اللي راجعه لي دي راجع لي هنا اوبجكت، اكنه بالظبط عمل لي كده اوبجكت في هنا النيم والايميل والاز اكتف. اكن عملت كده طبعا بكل البروبس بكل الداتا بتاعتها، اكن عملت كده بالظبط. ودي دلوقتي اليوزر دلوقتي عندي فيها كل البيانات الخاصه باليوزر بتاعي. بعد كده كل البيانات الخاصه باليوزر بتاعي اللي هو الايميل والنيم والاز اكتف اللي انا عايزها. وطبعا بدل ما اعرضها هنا على طول رحت بعتها لي يوزر ستيتس. ممكن ده كومبوننت بياخد اليوزر، لو هو نل هيرجع لي، لو هو مش موجود هيرجع لي نل، وعكس كده هيرجع لي اليوزر نيم بتاعي. وكمان يوزر از اكتف هيرجع لي اكتف او ان اكتف وكل حاجه زي الفل. ده الكود بعد ما اتعمل له انهانسمنت وعملنا وعالجنا موضوع الميكسد ابستراكشن اللي كان موجود. ودلوقتي ده الاختلاف ما بين اليوزر بروفايل باد اللي هنا كان كله بيعمل كل حاجه، كان بيروح يفتش
وبعد كده بيجيب الداتا بيحط الاز اكتف. طبعا ده كله ابستراكشن، ميكس ابستراكشن. انا ماليش علاقه لو انا اكتر من مبرمج شغال على الموضوع ده، انا ماليش علاقه از اكتف دي. انا دلوقتي مش فاهم هو عامل الكالكوليشنز دي بناء على ايه، ولكن دلوقتي انا فاهم هنا في النورماليز داتا دي ان هي دي الكالكوليشن المسؤوله على از اكتف يوزر. وكل حاجه بالنسبه لي دلوقتي بقت واضحه. ممكن يكون دلوقتي في مور فايلز، ممكن الموضوع بالنسبه لك يبقى صعب، ولكن ده الستايلنج او الطريقه اللي انت المفروض تمشي بيها وانت بتفكر او ازاي تعمل ايزوليت للفايلز، او تعمل شيرد كومبوننت، او تعمل ريوز كومبوننت، او من الاخر خالص انك تبدا تطبق السنجل ريسبونسبيلتي في الكود بتاعك عشان الكود بتاعك يبقى مور ريدبل ومور مينتينز. طيب دلوقتي تعالى بقى نبدأ نشوف اللي احنا عملناه ده فايدنا بإيه، ايه البنفيتس او ايه الادفانتج اللي عادت علينا كمبرمجين اما احنا نستخدمها الابروتش اللي ممكن يكون بالنسبة لك مليان فايلات كتيرة والدنيا فيه ده بيودي على ده وده بيودي على ده وده بيودي على ده وانت مش فاهم لسه الدنيا ماشية ازاي. تعالى اقول لك دلوقتي ايه اللي حصل. بكل بساطة دلوقتي لو انا عايز اغير في مكان معين، دلوقتي بعد كده الاز اكتف دي، الاز اكتف اللي هي موجوده في الاز يوزر اكتف دي، الكالكوليشن دي اتغيرت. في الحاله بتاعتي انا هعمل ايه؟ هاجي عند اليوتيليتيز هنا في الاز يوزر اكتف هغير اللوجيك. مش هروح اتاتش ايه النورماليز داتا، ولا هروح اعمل اتاتش اليوزر بروفايل او اي حاجه، ماليش دعوه بالبيهيفير او اللوجيك اللي كان موجود. انا ماليش علاقه، دي كل حاجه تفضل زي ما هي، الموديفاي هيتم هنا بس. صح كده؟ صح كده. طيب في اليوزر بروفايل باد انا عشان اعمل كده كنت هروح اغير مباشره الاز اكتف من هنا. دي اول مشكله. تاني حاجه ان المبرمجين دلوقتي الكود بالنسبه لهم ده مش واضح، انا مش عارف الاز اكتف دي بتعمل ايه. بعد كده لو حد معين شغال على الاز اكتف دي، شخص معين، فبالتالي ممكن يغير هنا اي تغيير. الموضوع مش كابسوليتد، مش في مكان ما، فبالنسبه لي هيحصل هنا كونفليكت كبير جدا لو اكتر من شخص شغالين على الحاجه دي. لما تيجي تفكر في الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، ما تبصش عليها لسكوب صغير، بص عليها لبروجكت كبير. احنا هنا بندي امثله عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ولكن احنا مش هنديك مثال كبير جدا نقعد فيه الفيديو 5 6 ساعات. انا بقول لك حاول تبص الموضوع كحاجه كبيره جدا. دلوقتي الايز اكتف دي عندي دلوقتي كابسوليتد على بعضها، محتاج اغيرها. اقدر اغيرها بسهوله، اللوجيك بتاعي اتغير، اقدر اغيره من غير ما تاتش اي حاجه تانية. زي مثلا يوزر ستيتس ماليش علاقه بيها، يوزر بروفايل ماليش علاقه بيه، مش هغير ببيهيفير ولا اي حاجه. تمام، مفيش مشكله. اليوزر فيتش داتا دي اتغيرت فيما بعد، ما بقتش بفتش بالطريقه العاديه، استخدمت اي طريقه تانية للفيتشنج. استخدمت مثلا رياكت كويري، استخدمت اكسيوس، ايا كانت الطريقه اللي هستخدمها. مش هروح اغير في اليوزر بروفايل، صح كده؟ هخش مباشره على اليوزر فيتش داتا واروح اغير هنا الطريقه الجديده اللي انا بفتش فيها. وهكذا على بقيه كل الكومبوننتس. كل حاجه دلوقتي بقت شغاله از مديول. فدلوقتي المبرمجين قادرين ان هم يعملوا فوكس على الحاجه دي. لو انا عندي مبرمج اسمه مصطفى شغال دلوقتي على اليوزر فيتش، يوزر كومبوننت، فهو قادر ان هو يشتغل هنا مباشره من غير ما يكون شاغل دماغه بالكود التاني. هو دلوقتي مطلوب منه ان هو يروح يجيت اليوزر بس كده. فدلوقتي انا بوفر الوقت. تمام. طبعا الكود بتاعي دلوقتي بقى مديول، دلوقتي كل حاجه خاصه بنفسها، كل حاجه بتطبق السنجل ريسبونسبيلتي. عندي سبب واحد للتشينج هنا، عندي سبب واحد ان انا اغير طريقه الفيتش، دي سبب واحد. ده الكومبوننت ده بيفتش بس، مش بيعرض داتا ولا اي حاجه، هو بيفتش الداتا. في كومبوننت تاني زي يوزر ستاتس دي بيعرض لي جي اس اكس بيعرض فيها الداتا. في كومبوننت تالت زي يوزر بروفايل اللي هو بيعمل كومبايننج لكل الحاجات دي كده بالشكل ده. في عندي النورماليز داتا اللي هي بتريتيرن الاوبجكت او بتريتيرن الداتا بتاعت اليوزر بعد ما بترجع لي فيه النيم والايميل والاز اكتف. عندي الاز اكتف اللي هي مسؤوله عن ريتيرن الاز اكتف كالكوليشنز بتاعتي، هي اكتف ولا لا دلوقتي، كل الحاجات ده. فدلوقتي انت مش عندك هيدك كمبرمج. وطبعا الحاجات دي هو برضو مكلمك عليها في البنفيتس اوف maintaining single level abstraction per function. اللي احنا عملناه ده هو single level of abstraction per function. بكل سهوله هو مكلمك على الموضوع ده. وطبعا هتلاقي لينك الدوكيومنتيشن او الارتكل اللي انا بتكلم عليه دي طبعا في الديسكريبشن عشان تقدر تجرب براحتك. وباذن الله هبدا برضو اللي انا اسيب لك الكود بتاعي باذن الله ده في الديسكريبشن عشان لو عايز توصل له بكل سهوله يعني. وكده يا صديقي ان شاء الله يكون الدنيا بالنسبه لك واضحه. دي الرولز اللي احنا هنفضل نمشي عليها واحنا بنحاول نكتب كلين كلين كود. مش لازم تتبع نفس الابروتش ده بالتحديد، ولكن اما تيجي تفكر في الحاجه حاول تخليها
ابستراكشن، ليفل ابستراكشن، سنجل ليفل ابستراكشن، بير فانكشن. خلي الموضوع سهل، خلي يكون عندك سبب واحد بس للتغيير. فكر فيها، لو انا في المستقبل محتاج ان انا اغير الكومبوننت ده هعمل ايه؟ لو انا في المستقبل محتاج ان انا اشتغل على الكومبوننت ده او حد تاني يجي يشتغل على الكومبوننت ده، ايه اللي هيتم؟ هل لو انا غيرت حاجه هنا هاثر على الابلكيشن ككل، او الكومبوننت الاساسي بتاعي ككل هاثر على البيهيفير بتاعه ولا لا؟ الحاجات دي حطها في الحسبان عشان هتوفر عليك شغل كتير. وباذن الله كده تكون فهمت موضوع الكلين كود بشكل از كونسبت يعني. وباذن الله طبعا في المستقبل هيبقى في امثله كتيره، واحنا شغالين على مشاريع كبيره باذن الله هنبدا ناخد الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الحسبان. انا باخدك لاين باي لاين كده، ستيب باي ستيب، عشان ان شاء الله لما نبدا نشتغل على مشاريع كبيره وتلاقيني بختار ديزاين باترن معينه في اماكن معينه وبعمل كود بشكل معين، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لك معقد او ليه انت مش عارف انا بعمل كده ليه. ممكن دلوقتي لو انا شغال على بروجكت وعملت الابروتش ده وعملت ايزوليت لكل حاجه از كومبوننت بالشكل اللي انت شايفه ده، تقول لي ليه كل ده؟ طب ما تحطهم في اليوزر بروفايل وخلاص. طبعا دلوقتي لو انت شفت الفيديو ده هتبقى فاهم ان انا عملت كده. وهنا ان شاء الله اظن الدنيا بقت بالنسبه لك واضحه. وبس كده يا صديقي، الحمد لله نكون انتهينا من الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وكومنت وشير لاصحابك وقرايبك ونسابك، خلي الفيديو يوصل لكل الناس. ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبه في الكومنتات او تكلمني على اي بروفايل بيج موجود في السوشيال نتورك، هتلاقيها تحت في ان شاء الله في الديسكربشن. تقدر تكلمني في اي وقت ان شاء الله وهقدر ارد عليك يعني. والموضوع بسيط يا صديقي، ان شاء الله احنا واخدينها ستيب باي ستيب عشان نبقى كده نكتب كواليتي كود كويس. وباذن الله في مشاريع جايه قدام، ولكن انا بهيئك ازاي تكتب كود محترم، عشان ان شاء الله بعد كده لما استخدم باترن معين في مكان معين ما يكونش عندك مشكله او عندك تساؤلات ليه انا استخدمت الباترن ده وليه بكتب الكود بالشكل ده. وباذن الله انا بشاركك كل حاجه جديده وحلوه يعني. كومنتاتك ولايكاتك ودلعني يعني. ولو عايز تدعم القناه ماديا تقدر تدعمها عن طريق انستا باي، ان شاء الله هسيب لك اللينك في الديسكربشن وفي اول كومنت. وبس كده، لايكاتك، كومنتاتك، حركاتك، دعواتك، عشان دي اكتر حاجه بتفرق. لو عايز موضوع نتناوله الفتره الجايه اكتب لي تحت في الديسكربشن، اكتب لي تحت في الكومنتات. تقريبا طولت في الفيديو فتعبت يعني. وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صحيح ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، مفيده جدا يعني. ديزاين باترن بقى وحركات كده برياكت يعني، فمهم جدا تتفرج عليها. بس كده، مش هطول عليك. السلام عليكم.